السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مع حضراتكم مستر مصطفى سمير Teacher of English in a Language School، ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. درس النهاردة إن شاء الله هيكون بسيط وخفيف، ونتكلم الفرق النهاردة إن شاء الله عن have ودو، معنى have إيه ومعنى دو إيه، وإزاي إن أنا أفرق ما بينهم وأعمل جمل بسيطة سهلة. إن شاء الله هيساعدني كتير جدا إن أنا أعمل جمل كتيرة جدا. ولكن حابب انوه على نقطه مهمه، ان الدروس اللي فاتت وخصوصا الدرس اللي فات واللي قبليه اللي هو البروناونس والانديفينيت ارتكلز اللي هي الضمائر والادوات النكره، دول مهمين جدا ولازم ناكد عليهم. وعلشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا على درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع درس النهاردة اللي احنا عايزين نعرف الفرق ما بين have أو نعرف استخدام have و do. في البداية have معناها يملك أو لديه أو معاه، أنا معايا هو معاه وهكذا. خلينا نشوف دلوقتي الضمائر. عندنا الضمائر زي ما احنا عارفين I و they و we و you. طبعا الضمائر أنا قلت لحضراتكم الضمائر دي مهمة جدا علشان خاطر أقدر أعمل جملة سهلة والموضوع يكون معايا سهل وبسيط. I و they و you. طبعا المجموعة دي هتتكرر معانا قدام ان شاء الله في المراحل المتقدمة، انها نستفاد بيها ان هي هتساعدنا في معرفة الفعل، ازاي اصرف الفعل. فطبعا I و they و you بياخدوا او بتيجي معاهم كلمة have. لما نيجي نشوف الامثلة عندنا I have a pen، يعني انا معايا قلم وقلم واحد. They have two bags، طبعا هم معاهم شنطتين. احنا قلنا بنحط الاس على مع الكلمه علشان خاطر تو، وتو طبعا للجمع، فحطينا الاس للكلمه علشان خاطر الكلمه جمع. طبعا نرجع للدرس اللي فات. We have red apples. You have a book. علي and منى have books. طبعا دي مع I و you they. نشوف الضمائر التانية اللي هي he او she او it. طبعا بتيجي معاهم الفعل بالنسبة لنا الهاف بيكون has. فأنا عايز أقول هو معاه فبقول he has أو she has. مثلا she has a pen. He has two bags. هو معاه شنطتين. It has four legs، يعني هو أو هي الغير العاقل عندها 4 رجول. طبعا احنا عارفين ان it ليه ضمير لغير العاقل، ضمير لغير العاقل. It has 4 legs. The chicken أو the hen، chicken يعني فرخة وhen نفس النظام فرخة. has 2 legs، عندها رجلين. She has 2 brothers، هي عندها أخين. brother يعني أخ. نكمل مع بعض. do معناها يفعل. طبعا مع I و they و we و you بيكون الفعل do زي ما هو. do I do they do وهكذا. I do my homework، أنا بعمل الواجب بتاعي. They do the laundry، هم بيغسلوا. We do the housework، احنا بننظف البيت أو اللي هو أعمال البيت، تنظيف البيت وهكذا. طيب بالنسبة لهي أو she أو it، الضمائر دي بتاخد مع do بتبقى do بتكون does. She does her homework، يعني هي بتعمل الواجب بتاعها. He does the laundry، هو بيغسل. My mother does the housework، يعني ماما بتنظف البيت. طيب نشوف عندنا شوية adjective، يعني some adjectives، يعني بعض الصفات هتساعدنا جدا في موضوع الترجمة. long يعني طويل. طبعا هو طويل ده معناه طويل أفقي، يعني مش طويل حاجة طالعة لفوق، لا ده طويل أفقي بشكل أفقي. طبعا عكسها short يعني قصير. happy يعني سعيد، ولازم ادوس على حرف البي. happy سعيد. عكسها sad يعني حزين. هناخد النهارده ان شاء الله برضو من ضمن الكلمات علشان يكون عندنا حصيلة كلمات في موضوع الترجمة، وهي الجسم body، جسم الانسان. كلمات بسيطة جدا محتاجين نعرفها علشان نعرف نعمل جمل بسيطة في البداية. عندنا مثلا اول كلمة face. طبعا زي ما قلنا ان الاي هنطقها لا عفوا، الاي جاي في حرف بعدها سي اللي هو الكونسونانت، حرف ساكن، وجاي بعدها حرف الاي، فبقول على الاي اي فيس. طبعا فيس يعني وجه. هاند يعني يد. ليج يعني رجل.
او رجل طبعا يعني ساق، رجل كامله. eye يعني عين. طب انا لو عندي عايز اقول عينين هقول two eyes واحط اس في الاخر زي ما اتعودنا في الدرس اللي فات. arm يعني ذراع. hair يعني شعر. طب انا ينفع كلمة hair ان انا احط لها اس؟ ما ينفعش، لان دي كلمة uncountable يعني كلمة لا تعد. نكمل. عايزين دلوقتي make 4 sentences، نعمل 4 جمل على الصور اللي هتجيلنا. اول صورة صورة الاسد، فاحنا طبعا كنا قايلين اول جملة بالنسبة لنا it is a lion. it is a lion. عايزين جمل تانية مع الفعلين اللي احنا خدناهم النهاردة، لو ينفع 1 أو 2 مش مشكلة، المهم ان احنا نعمل 4 جمل. ممكن نقول the lion has 4 legs. it has a big face. it has long hair. شعر طويل. تمام. كمل. صورة ولد طويل، طبعا كنا قايلين he is a boy. he has short hair. ليه ما قلناش عشان كلمة hair uncountable يعني كلمة ما بتتعدش، فما ينفعش هنا اقول a short hair لان hair كلمة ما بتتعدش، فما ينفعش احط اللي معناها one. نكمل. he has 2 eyes. he has 2 legs. طب عندنا دلوقتي بالنسبة للبنت، البنت دي مثلا كنا قايلين أول جملة لينا she is a girl يعني دي بنت، هي تكون بنت. she has long hair عندها شعر طويل. she has 2 arms and 2 legs عندها دراعين ورجلين. she has 2 hands عندها ايدين. ده كان درس النهارده، ويا ريت الناس يعني نحاول احنا نشوف اي شكل عندنا قدامنا وان انا اتكلم عنه بجمل بسيطه 4 جمل، ويا ريت الناس تقول لي في التعليقات الجمل اللي هي كتبتها علشان لو في اي اخطاء نحاول نصححها مع بعض ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نشوفكم في الدرس القادم.